ندير توازن في البلد. ما نقدرش ندير معادله اخرى مع هذه الرقمنه. مثلا كنتحدث مثلا على الاغنام، رؤوس الاغنام اللي كانت في الجزائر هي كنا نقولوا 25 30 مليون، كانت ارقام متضاربه، في الاخير بعد الاحصاء 17 مليون فقط راس. فبالتالي حتى قطع الاراضي الزراعيه عن طريق مثلا المس، عن طريق الضروب ديال اعطت هذه الارقام. طيب لما نتحدث كذلك عن آفاق للرئيس عبد المجيد تبون للدولة، تحدث عن 25,000 شركة وهمية تستنزف أموال طائلة تم اكتشافها مع لأنه لما تكون قوة مضخمة 30% أو يكون منتج غير حقيقي وهمي، فبالتالي هي ملايين من الدولارات كنتبع. فبالتالي تخيل هذه الأرقام لما تكون حقيقية وتتوجه إلى ما ينبغي عليه. أي واش معناتها نقصد؟ معناتها نقلب التكنولوجيات، نجد مثلا الصيدلة لحقت الجزائر اكتفاء ذاتي 70% من الاحتياجات تاعها. نقدر نقول من نهاية 2024 قد يكون نوع من التوزيع نحو الخارج نحو إفريقيا. فبالتالي هذه الأرقام تولي حقيقية. كان المعادله الثانيه فيما يخص الرقمنه، يلح الرئيس على الرقمنه لما مثلا الماليه دخلت هذا الباب، الضرائب دخلت هذا الباب، البنوك اصبحت تتسابق في بعض الأحيان فتح رؤوس اموال بعض البنوك العموميه حتى تكون عندها اكثر قيمه، كل فتح بنكين في افريقيا. الان هذه الاشياء كامل، هذه المنظومه كامل تحتاج الى ارقام. الرقمنه واش معناتها الرقمنه؟ بكل بساطه كل مؤسسه عندها انتاج ولا اداره تكون عندها ارقام، ما بقاش الانسان هو اللي يمد الرقم، تبقى الاله وتبقى حتى الذكاء الاصطناعي. لما تحدث عن الذكاء الاصطناعي كتحدي من التحديات لا تمشي فيها الجزائر هي قضيه ربح الاوقات. مثلا الان نقدر نخطط في 5 10 20 30 40 سنه. ليش معناتها الذكاء الاصطناعي؟ الرئيس لما كان يلح على ان الجزائر مثلا قال صالون شبيه معناتها المنتوج الوطني اللي راح يكون في السنه الناجيه راح يكون فيها مفاجات، تقريبا واش يهضر كلام خيالي واعي